هذه الحلقة أعلمك حاجة أو أوريك حاجة طب الله يكرمك. قول يا شيخ. حاجة نستمتع بيها. علمني. بس وحد الله. لا اله الا الله. وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاجة هتكون مفيدة جدا. أنا هعلمك طريقة جميلة جدا هتقدر تجمع بيها. هوريك إزاي مشايخنا كانوا بيعلمونا وبيفهمونا القرآن الكريم. عارف حضرتك عدد آيات سورة البقرة كام؟ 200 وشوية. 86. 200 وشوية. 286. لو خدناها، لو قلنا الارقام من الشمال لليمين 2 286 8 6 صح كده؟ طب لو نقولهم من اليمين 6 8 2. طيب شيل الاثنين بقى عندنا كام؟ 8 و6 او 6 و8. 86. 86. ال 86 دي الايات المكيه، السور المكيه. يبقى عدد ايوه جميله جدا. الاول نقول كمان سورة البقرة عندنا 286 آية في سورة البقرة. ايوه اكتبها لي كده صح. 286 دي آيات سورة البقرة. لو شلت الاثنين يبقى عندك رقم كام؟ 86. دي السور المكية. طب شيل الستة 28. دي السور المدنية. عدد السور المدنية 28 وعدد السور المكية 86. بقينا 14 خلاص. 114. 114 لو جمعتهم على بعض 114 سور. حلو دي يا شيخ غالي. دي مش هتنسوها خلاص. حلو. نقول كمان عدد 86 دي مكية ودي 28 سورة مدنية. ايوه ودي ايات سورة عدد ايات سورة البقرة. اقول لك بقى على طريقة جميلة جدا كده قالها بقى الناس اللطاف في عدد، في ازاي تعرف رقم الصفحة لأي جزء في القرآن. هقول لك على نظرية حاجة جميلة جدا عشان اوريك ايه سر المهنة بقى بتاع القراء بقى. ازاي تعرف عدد، تعرف ازاي الصفحة الجزء ال20 صفحة كام؟ انا عارف ان الجزء 20 صفحة. لا انا عارف بس كان في المصحف. يعني تمسك المصحف اللي هو طبعة الملك فهد، المصحف اللي احنا كلنا عارفينه ده المشهور ده دلوقتي طبعا. لو مسكت اي مصحف منهم هقول لك الجزء التاسع صفحة كام، الجزء الثامن صفحة كام، الجزء ال28 هتلاقيه صفحة كام في ثانية من غير ما ابص. ازاي هتعرف الكلام ده؟ فيها قاعدة رياضية جميلة جدا ارجو انك انت تركز فيها. مش رياضة خالص الحقيقة. لا دي سهلة خالص. اختبار صعب جدا. طب بس سهلة خالص. يعني مثلا لو انت قلت لي دلوقتي اي جزء في القرآن هقول لك صفحة كذا. ازاي بعرف بقى؟ عشان انت عارف هو صفحة ما هو لا عارف. مش عارف. كل 20 صفحة جزء. نقص واحد اضرب. يعني انت لو قلت لي دلوقتي سورة مثلا اتفضل. نقص واحد اضرب في 2 حط 2. سهلة. نقص واحد نقول مع بعض. نقول مثلا ايه الجزء التاسع. الجزء التاسع انا عاوز اعرف الجزء التاسع. نقص واحدة بقى 8. بقى 8 اضرب في 2 بقى 16. حط 2 على اليمين بقى 162. هو ده رقم الجزء التاسع في المصحف. عدد الصفحة رقم 162. وتعمل بنفسك التجربة إذا أردت. لا خلاص مش ممكن تغلط فيها. لما هي مظبوطة لسبب لأن الجزء التاسع في 20 في 2. طب نقول مثلا الجزء ال21 قال إيه في صفحة كام؟ ال21 هيبقوا 20. نقص واحد هيبقوا 20. بص نقول القاعدة عشان الناس تحفظها. نقص واحد اضرب في 2 وحط على اليمين 40 42. يبقى 200 كام؟ 240. بالظبط كده. نقص واحد من الجزء ال21 هننقص واحد هيبقى 20. اضرب في 2 بقى كام؟ 40. حط 2 يبقى 402. حط 2 امال على اليمين. على اليمين اقصى اليمين بنروح حاطين الاثنين. نقص واحد اضرب في 2 حط 2 بس كده خلصت الواحد. خلصت. تعال لك الجزء رقم كذا في صفحة كذا. نقولها كمان. نقص واحد اضرب في 2 حط الاثنين. اعمل الكلام ده. نقول الجزء الثامن. عاوزين نعرف الجزء الثامن صفحة كام؟ نقص واحد 7. ايوه 14. ايوه وحط 2 102.